الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا احنا النهاردة في مزرعة في قرية 3، نقدر نقول عمدة المربيين بقى عم نبيل ده. طبعا معرفة برضو من سنين معانا، بس احنا طبعا النهاردة صدناه في لجنة تأمين، وان شاء الله هنعرفكم يعني ايه التأمين على الماشية. فعم نبيل ده من الناس خبرة كبيرة جدا موضوع تربية المواشي، وبالذات الجاموس الصغير الأعمار، وبيطلع احسن حته لحمه عنده. وفي اجداد بقر زي ما انتم شايفين، في براون وفي سيمنتال وفي فريزيان وفي شاروليه عنده. وهنشوف عجول الرضيعه وخبرته مع العجول الرضيعه ايه وعجول اللحم. فان شاء الله هنتشرف النهارده بعم نبيل. صباح الفل. صباح الفل يا باشا. ازيك يا عم نبيل؟ اخبارك؟ الله يخليك يا دكتور. ايه اخبارك؟ قصتك مع التربيه دي لها كام سنه؟ ده من ساعه ما طلعنا. ادي كام سنه يا عم نبيل شغال في موضوع التسمين والتربيه؟ اكتر من يعني ده موضوع عمر تاني، يعني احسن من 50 سنه ما شاء الله. شغال في تسمين ولا حلاب ولا كله؟ جربت كله؟ جربت كله. ايه احسن مشروع اللي اي حد عايز يبدا من واقع خبرتك؟ من واقع خبرتي هو المشروع شغال، يعني هو مشروع البتلو حلو جدا وناجح، بس عاوز مواليه كافيه. بتلو جاموس؟ بتلو جاموس اللي هو عمره 40 يوم ده وشهر. اللي زي ده كده. اللي زي ده كده. ده انت بتجيبه عمره 40 يوم ده؟ يعني عمره 40 يوم. بتجيبه معاه من مزارع ولا بتجيبه من الاسواق؟ من الاسواق. وتحمله على ابقار عندك هنا؟ بحمله على ابقار هنا يرضع قد ايه عندك؟ يعني ياخد هنا عندي مثلا قد شهر ولا حاجه كده لحد ما معدته تمشي، وما ينفعش ان تبقى المنفعه بتاعته لبن واديله علف على طول، بتحصل فيه مشاكل. بتديله علف على اليوم الكام؟ او هو انا بحط له شويه رده في البدايه، بتعرض قدامه الرده. ايوه قدامه الاكل، بس لازم يشرب لبن ويتعلم الاكل تدريجيا، واحده مع شويه اللبن، دور في دور لحد ما هو يدق في الاكل ولاقيه يعني يقدر يقاوم مع نفسه بكده، ان انا اقدر احوشه مع اللبن واحط غيره. طب بالنسبه، انا شايف بطوشه بقر عند حضرتك اهي. بطوشه برضه دي اولاد البهايم دول ولا انت شاريهم دول؟ اولاد البهايم وفي شاريين. برضه بتجيبه تحمله انت على البهايم؟ برضه بجيبه، لازم هو الوقت كده بياكل وبيشرب لبن، لازم يشرب لبن. بطش البقر ده بياخد وقت طويل في اللبن. بطش البقر ياخد وقت طويل جوه في اللبن عن الجاموس. غير الجاموس ده من واقع الخبره بتاعتك بقى؟ من واقع الخبره طبعا. بطش البقر لو هو اتجرس في اللبن من صغره يكرنف فيه ويتعب ويبقى مش ما يبقاش. بس انت لما تجيبه فاجع، ما انت بتجيبه عمره شهر مثلا ولا 40 يوم؟ يعني في ممكن يجي عمر، انا كنت بجيب العجول اللي هي الهولشتاين ده عمره يوم. والله كنت بجيبها عمره يوم. من مزارع ولا من المزارع؟ من المزارع ده. وكانت بتنجح معاك؟ هي كانت بتنجح، بس هو لما اللي ضرنا فيها الحمى لما كانت بتيجي وجي الموت المفاجئ. فده ضرنا فيها كتير، يعني ان انا كنت بجيب، انا اول واحد جبت في مركز في المنطقه هنا العجول اللي هي الهولشتاين عمر يوم. كنت بتجيبها وتجيب السرسوب بتاعها معاها؟ ولا سرسوب ولا حاجه خالص. ده كان لما في بهايم والده عندي في الاعمار بتاعي معاهم قبلها يوم ولا 2. يجي يستلم على طول بقى. تمام. بس هو كانوا شغالين 110 على 10. بس المشكله اللي جت لنا تحت الحمى القلعيه. الحمى القلعيه اول ما بتيجي تلاقي العجل حلو جدا، يعني يمكن يبقى في موازين تخش على 100 كيلو ويفرجع مره واحده، والسرع مره واحده كده ويروح ميت. مع الحمى القلعيه يجي في عضله القلب بتاع الرضيع ده، فبيموت فعلا مفاجئ. فدي خلتني يعني ان هو برضو البهائم المستورده يعني قوه التحمل بتاعتها اقل من عندنا، ضعيفه شويه، اقل من البلد بتاعنا اللي هو الخريط دوت. سمنت الهولشتاين؟ سمنت الهولشتاين حلو في التسمين. في ناس ما بتشكرش فيه، تقول لك لا، هو عظمه غليظ وبياخد فتره عبالات ما بيبني لحم. ياخد فتره جامده. والعجل هو حلو في الخشب، تلاقي خشب وكده. الهولشتاين هو اساسا كعلف مش حلو. الحلو في اللبن النتي. تمام. ده يدي لبن، لكن في العلف مش انا سمعت ناس كتيره بتشكر في السمنتال في التسمين عن الهولشتاين. 10 على 10. ونفس حتى البقر السمنتال لبن واقل من الهولشتاين. بس نسبه الدسم فيه اعلى من الهولشتاين. كتركيز دهن فيه، كتركيز دهوني فيه، نسبه التركيز فيه اعلى من الهولشتاين. تمام. طب بالنسبه لعجلات البقره ده عاملين ايه؟ مشروع البقره ده مش مشروع كويس؟ لما انا انزل سوق مثلا واجيب لي 10 عجلات بقره زي دول كده واسيب وسطهم ذكر، مش امن من العجول الرضيعه؟
ولا ايه رايك؟ من طبعا هو انا بنزل السوق بنقي العجول اللي هي انا بجيب بهايم غاليه، ان انا بحاول انقي اصناف يعني. ما بصراحه انا شايف بسم الله ما شاء الله دي براون. ودي براون. ما شاء الله. ودول فيهم هوشتاين، يعني هم البهايم على فريزيان خليط، هم كلهم خليط بس دول مخلطين. فيهم 3 حر، اللي هو دول الثلاثه دول اللي هناك براون. العجله الحمراء اللي هناك دي يعني شبه نوع كده ما اعرفش يقولوا انجليزي ولا في نوعيه معينه مجنسه اي معينه. تعمل لها كام العجله في السوق النهارده لما تكون عجله بكريه مش اشار يعني؟ هيبدا واحد مثلا مشروع انا جاي حاليا النهارده بالنسبه للاسعار بقت رهيبه جدا يعني. اسعار ولا الاسعار رهيبه جدا. اقل العجله دي النهارده في السوق تعمل لها فوق ال 25,000 ولا 26,000 جنيه اللي هي الحمراء الصغيره. الحمراء اللي هناك لما تكون دي طيب بسم الله ما شاء الله دي تخش على 40,000 جنيه عشان دي عشر. دي عشر كام ده مني؟ دي عشر يمكن فيها 6. ما شاء الله. انت برضه سايب وسطهم ذكر عشان الحاجه ايوه كده. انا حشت الذكر من وسطيهم من يومين 3 ربطته اديتهم لما 10 وربطتهم. كان الذكور سايب ذكر معاهم من الذكور اللي هنا. طب انت بتاكل ايه الذكوره العلف دي يا ابو نبيل؟ الذكور العلف انا بدش شامي عندي. شام اصفر؟ شام اصفر مع ابيض يعني، مع رده مع سليج مع برسيم. لكن ما فيش اي مركز شامي ورده بس؟ لا ما بحطش مركزات. ما فيش يعني لا صويا ولا بذر قطن ولا؟ اصلا هجيبه منين الوقت؟ الاسعار جنان. ما فيش النهارده. انا كنت بجيب الاول المستخلص ده اساسا وكان يمكن اكتر حاجه واكلها المستخلص بتاع الكوز، بس النهارده ما فيش. اسعار رفع. اسعار رفع. الصويا عدت ال 33 تاني، رفعت تاني. ده الصويا ده انا قريتها امبارح داخله على 40,000 جنيه. بعد ما نزل ل 25 رفع تاني. لا يا بيدي بتنزل حاجات بسيطه، نزلت 300 400 جنيه بترفع بال1000 وبال2. لا احنا كده. طب كده احنا اعلى معدل تحويل عندك كان ايه يا عم؟ يعني كان مره انت زمان كنت بتطلع اوزان عاليه. انا كنت هو كان ممكن يحول قد ايه في اليوم عندك العجل لو كان ايام الكزب الصويا؟ هو ايام الصويا والكزب كان العجل النهار ما بيحولش، يحول كيلو ونص. تمام. ده ممتاز. ما بيحولش ايام ده. انت كده بتعمل حاجه اسمها مينتننس، انت بتحافظ على الحيوان قدر الامكان. انا بحاول اديله. والسلاج ده معمول مفروم بالشام بتاعه. الشام ده مفروم بالغلة يعني في نسبه بروتين يعني حلوه يعني. اعلى ذكر وصل عندك في وزن كان كام كيلو منه؟ انا ده طلعت فوق الطن قبل كده ان شاء الله. فوق الطن. انا فاكر كان عندنا عجول علف هنا تجيله. ايوه كان فوق الطن. انا كنت بطلع فوق الطن. انا ما كنتش ابيع بهايم اقل من 700 كيلو و800 كيلو. ما شاء الله. بس الوقت اللي انت فيه حاليا بالنسبه للغلو والعلف والدنيا يعني خلاص هو اللي ضر الدنيا موضوع الاعلاف يعني. لا العمليه ربنا يعين الناس يعني. موضوع الاعلاف زاد ان احنا مثلا شويه رده مأمنين على شويه بهايم نروح نجيب الردات زاجينا. ما احنا مش بناخد تلت الكميه اللي احنا مأمنين عليها. احنا كده هنأمن عشان خاطر موضوع الرده. هأمن عشان خاطر الرده. وفي بهايم انا مأمن عليها قبل كده مش يعني نروح ناخد الرده من هناك. مفيش يعني ده مفيش صرف النهارده، ده موقوف النهارده، ده مش عارف فيه ايه، ده مدرك ايه. يعني بالمعنى الاصح في محسوبيات في المطاحن. بالنسبه للمطاحن بيدوك بمزاجهم. يعني انا مش باخد تلت. يعني انا مثلا عامل شويه بقر هم بيدوا كيلو ونص على كل راس تقريبا. كيلو ونص على كل راس بس مش بيدوها لنا برضه. ما بيدوها لناش لا. يعني انا مش بجيب تلت الكميه يعني. طب وباقي الكميه اللي هو حاجه؟ انا ما اعرفش دي بتقعدوها فين حته. يقول لك اصل ما فيش صرف النهارده، اصل رد بعجز، اصل احنا ادينا بكره ادينا بعده. وموضوع صعب جدا في المطاحن هناك يعني. طب بالنسبه للافكار الحلاب عندك يا عم نبيل، انت ما بتاخدش لبن بتخليهم يرضعوا؟ لا ولا ممكن بتستخدم اللبن؟ لا انا اللبن كله هنا للعجول الرضيعه. امال البهايم دي هسقيها ايه؟ ما هو ما ينفعش ان انا اجيب بهايم عمر شهر ولا 20 يوم حشر بتاعي. هو بالنسبه لك برضو ده مشروع يعتبر برضو مش ايوه انا يعني برضو بنستفاد من اللبن. ما ينفعش تبيع اللبن لان انت بتطلع عليه. انا لما اطلع شويه عجول زي كده انا بجيب سنويا مش يعني كان بيبقى عندي مش اقل من 150 راس بتلو. ما شاء الله. وانا شايف دول كلهم دول طالعين عندك على اللبن عندك كله ده لبن وبياكل علف ووضعه ودينك يعني. برضه جايبهم عمر 40 يوم عمر شهر كده. ايوه كله بالوضع ده. ده العجول اللي هي دي بتاع السنه اللي فاتت. انا بعت منها يعني. دي عجول جاموسي من السنه اللي فاتت عند حضرتك؟ السنه اللي فاتت ده عمر سنه. يعني عمر سنه. موازين 400. ممكن العجل في سنه جاموسي ده يوصل 450 يا عم نبيل؟ يوصل
لو فيه الاكل بتاعه المظبوط يوصل 450 في السنه في 12 شهر. في 12 شهر. زمان كانت تقول لك ما تربيش جاموس، الجاموس ده باله طويل، لكن انا شفت في مزرعه غرب انا بشجع الجاموس عن البقر. مناعته قويه. مناعته قويه وما بيتعبنيش قد البقر. الجاموس يعني كده احنا نقدر نقول للناس في سنه لو انت غذيت كويس ممكن يوصل عندك 450 في سنه. انا كان في شويه اتاخروا عندي، بعتهم موازين 600 و650. ما شاء الله 650. 650 ايوه. كان كام شهر؟ يعني دخل في حدود سنه ونص. سنه ونص. حلو برضه. حدود سنه ونص اللي هو ان مش كله بيطلع زي بعضيه، في اللي صحيح في اختلاف. من دي من شهر 11. يعني انا ببيع من عجول الجاموس دي من شهر 11. هم دول خليط يا عم نبيل ولا في منهم بيو؟ في منهم ايطالي؟ خليط كله من السوق. ده من السوق. لا بسم الله ما شاء الله. الاسواق بتاعتنا من هنا. تغذيه حلوه برضه ما شاء الله. يعني العجل شعرته بتلمع، حيويته كويسه. برضه دول شغالين على السلاج والبرسيم الحجازي. البرسيم الحجازي ان انا زارع كميه برسيم حجازي كبيره. وهم اللي انا شايف انت عامل بلات، جايب بلات هناك. ما احنا بنعمل وبال حاليا. يعني ده الارض بتاعتكم دي. دي من الارض بتاعتنا. ما شاء الله. في ناس تقول لك السلاج بيغير طعم اللحمه، صحيح يا عم نبيل؟ لا طبعا ماليش تاثير يعني. الجزار يقول لك لا ما خدش الحيوان اللي واكل سلاج. العج السمين اللي بياخد دوره في اكله وفي دينته يبقى راس سلاح حلو بيدي لحمه. وعامل انت السلاج برضو عندك هنا؟ انا عامل السلاج عندي. ده طبعا السلاج عامله هو في المزرعه بنفسه ومغطيه بشكل جيد. شايفين شكل السلاج اهوت، اللون اللي احنا دي الارض بتاعتك يا عم نبيل انت الشام ده؟ الارض بتاعتي واشتريت شويه عليهم يعني عشان كنت زارع شام كتير يعني. ده انت احسن حاجه اللي عملتها الوقت حاليا اللي رفع حتى سعره ما حدش لاقيه. انا بزرع الشعير وبعمل سليه. ما هو اي مخلفات زراعيه ينفع تعملها سليه. شعير كان فيه غله حلوه جدا. طب انا قلت انا رحت فرمته وعملته سليه. سلاج شعير. سلاج شعير ممتاز. شايفين اللون ده؟ اللون الطبيعي اهو، اللون الطبيعي للسلاج. شوف الغله في باينه. الغله. لا الله ينور عليك يا عم نبيل والله. دي بلات البرسيم الحجازي. ده حاطط قرش فول عليه. قرش فول. قرش فول مع التبن طبقات. مع انا كنت زارع لسه برسيم حجازي برضه وزارع فيه شعير. منشفه. زرع فيه شعير، فالشعير يعني خلاه ما ينشفش جو، فنشفته هناك ويبقى حطيته فوق نظام الحجاز الصغير. نظام طبقات. حطيته فوق منه بيتحط ده زي البسكويت. على الدكتور هنا من بعد. هي الدكتور المفروض وزير التموين يركز بالنسبه للمواشي اللي في المزارع واللي عند الناس. تمام. على يعني بالنسبه للرده، انا بالنسبه للرده النهارده الرده اما يجيبها لي التاجر ب 10000 جنيه ب 9000 جنيه ونص. يعني انا هطلع البهايم دي ازاي؟ في المطحن بكام يا عم نبيل؟ في المطحن المأمن عليه ب 51. طب حلو. مش حلوه. فكل واحد ياخد حقه المفروض. يبقى انا بدل ما ادي الرده للتجار، طب ما انا معايا عندي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وبدفع ضرايب للمزرعه دي هنا النهارده. يبقى على الاقل واحد ياخد حقه. المفروض انا ليا الحاج اروح هناك ما يدونيش. يعني كل تخش المطاحن هناك للتجار الجماعه اللي هم الفتوات مع بتوع المطاحن، يعني كل واحد محسوبيات بالمعنى الاصح. يا ربنا يصل الحال يا عم نبيل، وصوتك ان شاء الله هيوصل باذن الله وربنا يبارك لك. يعني ومتشكرين. انا عندي المزرعه دي ما فيهاش ربع العدد. لكن في عدد اكتر من كده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا ما كانش يعني اللحمه كانت قطعت من المنيا وكلها ما كانتش بتقطع من عندي من هنا بسبب الغل والعلف ده برضه. بسبب الغل والعلف. انا ببيع عجلين 3 اجيبهم علف، مش بلحق اشتري عشان تمشي حالك. عشان اقدر امشي. البهايم كانت بعضيها هنا.
وعند الناس كلها والله من يعني الناس كلها بدات تشتكي. الغلو بتاع اليومين دول ده لسه الغلو بدا من شهر لورا. قبل كده كانت الدهان دي بتتباع ب 70 جنيه البقر، والجاموس ب 65 جنيه. حاليا سمعت ب 100 الجاموس دلوقتي. نعم ب 100 الجاموس دلوقتي نفس. الجاموس ب 100 حاليا. والبقر بكام؟ والبقر ماشي 110 115. هو مفيش. يعني انت كنت تيجي حضرتك قبل كده هنا العنابر دي كلها مرصوصه، كل عنبر فيه بتاع 30 40 عجل. النهارده فوق ال 500. تعالى انا دول بعتبرهم شويه معزه بالنسبه للشغل اللي موجود عندي. والله ربنا يعينك يا عم نبيل والله ويبارك لك في اللي موجود وتعوض ان شاء الله. متشكرين يا عم نبيل على اللقاء ده. يا باشا. بس يكرم. كل القصه ان لازم وزير التموين يوضع حل للمواضيع دي، وبتوع المطاحن والمباحث التموين نفسها هناك. تمام. ان انا مامن ان الناس دي لها اولويه. صحيح. ويعملوا اشراف لو ان في، يعني هيقول لك في ناس بتزور تامين. يا عم انا عندي استعداد تيجي لجنه كل يوم تعاين. ده حقك. يعني المزرعه قائمه والمواشي موجود. تعاين. ده انت اولى من اي حد. وتشوف يعني انا مثلا مقدم على عدد، انا مش عامل نص العدد اللي انا مقدم عليه، اللي انا هامن عليه. انا مش عامل نص واقل من نصه. ربنا يصلح الحال يا عم نبيل ان شاء الله. المفروض احنا كان نشجع المواطن او المربي ان يبقى ليه اولويه، مش الاولويه للتاجر يروح المربي هناك يقف هناك على الشباك من الصبح للمغرب. لا ده المفروض الايام دي بالذات. تعالى الاسبوع الجاي. الايام دي بالذات المفروض الواحد ان هم يدعموا المربي اكتر يعني عشان الدنيا. طب احنا هنجيبه منين؟ احنا الوقت دي الارض اللي بنزرع فيها، ودي انا بجيب ده عمر شهر ولا 40، وفي ربي كان كتير منه بيموتوا لما بيجي. ممكن. بس احنا ولفنا. حصلت حالات نفوق عندك من الصغير ده؟ ما حصل تفكر قبل كده زمان. ده ايام الحمى الكليه. لكن دول الحمد لله ما فهمش حاجه. يعني احنا بنحصن اول ومن بدايته ومن ساعه ما يجي وماشيين معاهم تحصين مظبط على طول يعني. ربنا يبارك لك يا عم نبيل. الله يسلمك. شاكرين يا عم نبيل، الف شكر.